كان فوج الساعة صباح اليوم. تعالوا اليوم نشوف المتحف الداخلي. السلام عليكم. عليكم السلام. شلون السعاد؟ عينك على عين شلون مرايه؟ يعني مرة بالفارسي. استاذ محمد شلونك؟ شلونك اخبارك؟ شلون ان شاء الله زين. ان شاء الله استاذ محمد ورد. شلونكم؟ الحمد لله. الله يسلمك. شلونكم على عليكم؟ جسر المسيب سيوان. اي نعم. وثقه هو المسيب كله وثقه. احنا اخذناها من الساعة صباحا من ورد. اكو سفر يوم الجمعة الديوانية والسماوة، تصور خوش فكرة اشارك له. جرب. يعني انا هم عملت سياحة للمدينة. شلون؟ سياحة للمدينة هم عملت. مرشد سياحي يعني. انت مرشد سياحي. اي نفس المكانات القديمة والسياحية. المسيب. اي يصير دليل سياحي. حلو. فضل استاذ صباحي انا اخذت هاي الفكرة منه. والله عشتي لك، بس تصور بهذا الوقت ما بيها خطورة انه اروح. لا ماكو بالعكس. كلش حلوة نقرة التجربة. السلمان. فد شيء يعني جربه. يعني ما يضربون لا كل شيء ماكو امان. نقطة سلمان. استاذ صباح انت جاهل مكاناتنا. الفرات الاوسط حلوه يعني. عروس الفرات الاوسط هي المسيب. هي المسيب. وتغنوا بها كل الشعراء والفنانين. أنا أيضا من الفرات الأوسط. هذا المسيب. واقدم جسر بها تقريبا بال 37. 37 في سمع الغازي جسر حديدي يربطها. بعدين سووا جسر ثابت هذاك الثاني الكونكريتي. اي نعم. بها اقدم مدرسه تقريبا من ضمن اقدم المدارس في الفرات الاوسط هي المدرسه العثمانيه. اي المدرسه اللي صورناها احنا بال 1800 هيك شيء يعني تقريبا 1890 95 بها مدرسه المسيب عريقه بالتاريخ. مروا كل الفاتحين والغزاة خلينا نقول من عندها. مو اسكندر المقدوني لقوه هناك مدفون ولا؟ قريب قرب من عندها على اساس لقوا المقبره مالته. معلومات استاذ صباح اقوى شوي. لا يعني احنا وايد صورنا يعني فيديوهات على هذه المدينه. بها مقامات. استاذ صباح يعني هواي زار مدينه المسيب ويحب يوثقها دائما. انا احب شيء الي المسيب واذا تيجي تاكلين قمر. قمر السد اكيد يوم السد قريب من عندها. احطيب قيمر بالعالم كله. انا بنفسي اروح بالاقضيه والنواحي مال الفرات الاوسط. ان شاء الله الجروبات القادمه نشروا وانتم راح. بساتين بها ساحره بها قلاع مبنيه للشيوخ عشائر قدماء على ايام العهد الملكي. اسمها هاي القلعه قلعه الشيخ حمزه الحين. قلعه النصر يسموها. قلعه النصر. يعني انت عندك جروب سياحي؟ اي. بعدين استقبل الجروبات هذه. يعني اوكي. مو عندك اوكي.